بي تي اس توكس بودكاست مع شريف الموهي. ازيك يا شريف؟ الحمد لله. منورنا. ربنا يخليك، بنوركم والله، ومبسوط ان انا معاكم هنا ومجهود جميل ما شاء الله، يعني اتمنى لكم كل التوفيق من قلبي يا رب. مبسوطين ان انت جيت وبورسعيد وجيت لنا، واحنا عارفين ان انت مشغول. يعني بطبيعة الحال اليومين دول شوية، بس يعني ما جيش لأعز منكم والله. حبيبي. وانا مبسوط، يعني البروجكت جميل وانا بحب دايما الحاجات الكويسة، فيعني انا بحب دايما ابقى في الحاجات الكويسة. حبيبي يا شريف، نبدأ كده في الاول، عايزين نعرف عامل ايه. الحمد لله الحمد لله. يعني عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ويعني الفترة اللي فاتت كانت بالنسبة لي فترة انتقالية. يعني بعتبر الفترات الانتقالية دي في حياتي بتمر عليا كتير. كل فترة كده بيجي لي فترة انتقالية بتنقل لي حاجة في شغلي، بتنقل لي من مكان لمكان، بتعمل لي نقلة في على مستوى العمل او على مستوى المكاني. الفترة دي بتاخد مني استراجل كبير جدا، وبتحطيني انا في استراجل، فبتخليني يعني تستنفذ مني طاقة. فالحمد لله انا طالع من بعد يعني فترة كنت مستنفذ طاقتي فيها جدا، بس الحمد لله يعني قدرت ان انا اوفركم الحاجات دي واستقر نفسيا، وبدات ارجع شغلي الحمد لله كويس. خلصت نقل من المكتب بتاعي، نقلت في مكان تاني الحمد لله. بدات ان انا يعني زي ما قلت لك ارجع شغلي، والامور بقى يعني زي ما قلت لك كده بجو ده فلو. يعني اليومين دول كده ببتدي بقى افتح لنفسي الشغل، لان يعني كنت ما كانش عندي طاقه ان انا اشتغل، فكنت موقف شغل كتير لحد ما اكون نفسيا قادر ان انا اقبل شغل او ان انا اشتغل. بس فالحمد لله ان انا بدأت ان انا اعمل ده تاني. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وطبعا ان شاء الله الايام الجاية هنشوف حاجات احلى واحلى طبعا ان شاء الله. بإذن الله عندي طاقة، عندي بوتنشال كبير جدا، وعندي طاقة ان انا اعمل حاجات كتيرة. يعني افكار كتيرة متعانة في الدرج وعايزين نعملها، وفي بروجكتس كتيرة بإذن الله جاية مع ناس كتيرة، مع أسامي حلوة كبيرة كمان. كان كل ده متأجل يعني، بس إن شاء الله نبتدي نشتغل على اليومين الجايين بإذن الله. علشان نبدأ نشتغل وناخد طاقة أكبر من اللي موجودة عندنا، تعال نبدأ من البداية خالص. عايزك تحكي لي بقى عن البداية. التصوير ممارسته كانت هواية وبدأت مثلا تبقى بيزنس، ولا الدنيا ماشية ازاي؟ عايزين نعرف شريف بدأ ازاي. بص، انا كنت في حاجة تانية خالص غير التصوير. يعني انا بطبعي من وانا صغير خالص احنا عندنا الموهبة الفنية عامة في العيلة يعني. بس ما كانتش أولها تصوير؟ لا خالص، ما كانش تصوير. آه. انا خالي كان بيصور، خالي طول عمره واحنا من يعني هو اللي كان بيصورنا من واحنا اطفال صغيرين، بس ما كنتش انا عندي هواية التصوير. والدي كان عنده كاميرات كتير، وكان نفسي اكتشف الجهاز ده ايه او بيشتغل ازاي، بس كنت بخاف اخد الكاميرا منه. لقيت كل بقى خدها ابوظها، فبطلت ان انا اخدها منه. بس انا يعني انا كنت بحب يعني عندي حاسه فنيه ناحيه اي حاجه فنيه، ناحيه مزيكا، ناحيه رسم. كنت على طول في المسرح والخطابه والالقاء والحاجات اللي هي ايام فتره اعدادي دي، كانت فتره المسرح والخطابه والالقاء والكشافه والحاجات دي كلها. كان كل المواهب بقى اللي بتبقى مدفونه في الوقت ده بنطلعها. وبعد كده في الثانويه بدات الرسم. بدات ان انا يعني كنت برسم من وانا صغير، وبدات ان انا كنت عايز اخش فنون جميله. بس للاسف ما اعرفش ليه سقطت في امتحان القدرات، ما اعرفش. بس ما هي مش ما بتبقاش هي زي ما ما جاتش انت. كده. وبعدين I shifted my mind خالص يعني بقى. وانا لما جيت ادرس دخلت حاسب آلي، اتخرجت منه. كان بالنسبه لي كنت عايز اخش حاجه تديني مساحه ان انا ادرس حاجه تانية في خلالها. فدرست في حاسب آلي، وفي الفتره دي كنت بدرس لغات برمجه في IBM. قعدت ال4 سنين. يعني كنت منتسب لحاسب آلي. كنت ما كنتش بروح الامتحانات، بس كنت بدرس في IBM بقى سي بلس بلس HTML. الحاجات ده بقى كانت شغل لسه شبكات فظيع ده يعني. لسه الواد بقى برمجه وبتاع. الحاجات دي كانت لسه في الاول، والموضوع كان ايه يعني، كان لسه اخد فايب. وقعدت في القاهره فتره ان انا ادرسه، وبرجع بقى على الامتحانات والكلام ده.
وبعد كده بدات ان انا ادرس الويب ديزاين. وبعد كده اخدني بقى لقصه الجرافيك ديزاين. قعدت اشتغل جرافيك ديزاين من سنه 95 لحد 2002. طب بديها بدري قوي يعني 95 ده كان لسه البرامج يعني على في بداياتها خالص. كان لسه ويندوز، ما كانش لسه ويندوز ميلينيوم، كان لسه ويندوز 98 يعني كان ويندوز 95 وبعد كده ويندوز 97 و98 والميلينيوم والحاجات دي اللي كلها هو الكيسز كانت لسه مالتي ميديا. هي ما كانت، لو انت تسمع عن مالتي ميديا، كانت هي الشركه اللي كانت بدل فوتوشوب يعني. هي اللي كانت ماسكه الدريم ويفر والحاجات دي كلها، اللي هي البرامج التصميم بتاعه الويب ديزاين. وانت حبيت من بدري قوي تكتشف المجال جدا جدا. وانا كنت مغرم بقصه الديزاين يعني. كنت بقى اقعد اعمل كوربريت ايدنتيتيز واصمم اللوجوز. كنت بقعد بالثلاث اربع ايام يعني، يا دوب بس انزل اصلي الصلاه واطلع اكمل، اقعد قدام الجهاز مثلا 72 ساعه بشتغل للديزاين ليا، مش لحد، بس انا قاعد بعمل حاجه تو فولفيل ماي انرجي، ماي انر سيلف، عشان اكون مبسوط يعني. انا اكتشفت نفسي ان انا ما بقدرش اعيش من غير حاجه فنيه انا بعملها. يا مزيكا بلعبها، يا حاجه برسمها، يا حاجه بعمل لها ديزاين. ودانك موسيقيه بتحب تسمع الموسيقى الحلوه جدا جدا. احنا من صغرنا، ووالدتي صوتها كويس، اختي بتلعب كيبورد. عيلتنا كلها معيدين في الكونسرفتوار، معهد الموسيقى العربيه ما شاء الله. عمرو دياب اصلا صاحب ولاد عمي. فمن بدايه عمرو دياب كان عندنا في البيت يعني، على طول كنا بنشوفه في البيت. الموضوع ده كمان عيلتي كلها بتحب المزيكا. فاحنا بطبعنا يعني، احنا بنقول احنا كلنا عيله مزيكاتيه، بنحب المزيكا، بنحب الفن، وده بقى مأثر على نواحي حياتي كلها. حلو. لما سافرت الامارات اشتغلت في الاوتوموتيف سيجمنت. كنت مدير مبيعات في هوندا. الكلام بس ده مجال بعيد جدا عن التصوير. ما انا اشتغلت يعني، انا اتخرجت 2002، اشتغلت في شركات ناشونال في مصر، وبعد كده سافرت 2006. اشتغلت من 2006 لحد الفاينانشال كرايسيس 2008. ومن 2008 لما حصل بقى فاينانشال كرايسيس والناس كلها مشت من الشركات وحصلت مشكله كبيره في الامارات. هي ازمه اقتصاديه كانت كبيره واثرت، كانت فادحه جدا في كل حته في امريكا، ودبي اتاثرت بيها، طبعا العالم كله اتاثر، الناس كلها اتاثرت. وساعتها كنت اخد قرار بقى ان انا خلاص، لا، انا مش هشتغل موظف تاني. فكان لازم اشوف ترم انا حاجه بحبها ابتدي اعملها بشغف علشان اقدر اكمل، لان انا ما كنتش هقدر اكمل ان انا ابقى موظف يعني. قعدت من سنه 2002 لحد 2009 موظف. 7 سنين ده لقيت فيهم، عرفت فيهم الشغل الوظيفي بقى عامل ازاي. انا كمان ما كنت ما بحبش الروتين. كان فيها كبت شويه، كان فيها كبت، وكان فيها كانت يعني بيجي لي فترات يعني، كان بيحصل لي فترات اكتئاب عنيفه جدا. كنت بروح للسايكايترست عشان يعالجني من الاكتئاب. قصه ان انا من البيت للشغل، من الشغل للبيت، دي كان شيء متعب جدا. مزعج. روتين، هو نفس الروتين كل يوم، انا ما اقدرش اعمل ده يعني. ما اقدرش رغم ان السيلز يعني، او ان انت شغل المبيعات فيه تعامل مع الناس وفي نيجوشيشن كتير وتفاوض مع الناس في كل حاجه، بس باي ذا اند اوف ذا داي انت عندك تارجت، لو ما عملتوش انت مش هتقبض. فحسيت ان نفسيا في ضغط نفسي مخليك انت نفسيا مش احسن حاجه. وانا كمان مش هقدر اكمل كده على اللونج تيرم يعني. على اللونج تيرم انا مش هقدر ان انا اعمل ده. وبعدين انا مش من النوع اللي بعرف اشتغل وفي مدير فوقي بيقول لي اعمل وسوي. لا، انت بتعرف تمانج الدنيا. انا عارف، انا عندي يعني، انا عندي شويه رؤيه، عندي فيجن، لان انا ممكن اعمل ايه وايه اللي ممكن يكون ناجح، واقدر اوجهه ازاي بشكل كويس يخليني انجح، ويخليني اعمل يعني بيرسونال براندنج فيه، واعمل لنفسي براند. لان انا من كتر ما اشتغلت في الديزايننج والكوربريت ايدنتيتيز، ودخلت عملت ريسيرش في القصه دي وقصه البراندنج وازاي يعني. انا من احد دراساتي ان انا اشتغل على البرودكت من اول ما يبقى فكره لحد ما تعمل الباكجينج ديزاين، وتعمله بعد كده الحمله الاعلانيه، وبعد كده يبقى موجود يتباع اون شيلف. عشان يبقى ترند، حتى من قبل ما يكون الترند ده، قبل ما يكون اصلا برودكت يعني. من اول ما تفكر فيه، من اول ما يبقى برودكت لحد ما يتعمل له الايدنتيتي بتاعته، البرودكت ديزاين، الحمله الاعلانيه اللي هيتسوق بيها للناس، لحد ما يبقى برودكت افيلبل اون ذا شيلف. فالرحله دي كلها طالما انا بعرف اعملها لوحدي،
اذا فانت انا شايف اقدر انا اسس لنفسي بنفسك. اقدر اسس لنفسي مؤسسه او منشاه او براند ياخدني من نقطه الصفر لنقطه اللي انا عايز اعمله. مم. وجيت 2008 سيبنا الشركه، قعدت تقريبا حوالي 6 شهور بقى في استراجل. مم. انا هعمل ايه؟ انا هشتغل ايه بعد كده؟ مم. كنت بفكر ان انا اخد درس كوليناري ارت، اللي هو فن الطبخ والحاجات دي. مم. انا بحب الطبخ جدا. دي مواهب كتير بس كلها فيها حس فني برضه. بالظبط. مم. وانا لحد دلوقتي بطبخ كويس وكل الحاجات حلو. دي، بس انا برضو لا عندي استراجل ومش عارف ايه ايه احسن حاجه ممكن تاخدني الفتره اللي جايه تحطيني في حته كويسه، وفي نفس الوقت انا متجوز، عندي اسره معايا في الامارات، لازم اخد قرار بسرعه. عندي 6 شهور سماحيه من الشركه ان انا لو ما لقيتش شغل في 6 شهور ارجع. لازم اغادر. اه وما كانش هينفع امشي وانا مش يعني مش مرتب حاجه. هنزل مصر اعمل ايه؟ مم. ما هو ازمه اقتصاديه في الامارات والدنيا بايظه هناك، تخيل مصر هنا كانت عامله ازاي. بالظبط، اصعب طبعا. فالدنيا كانت مشكله لحد بقى ما بدات ان انا ربنا هداني. كان معايا كاميرا صغيره كده كنت دايما باخدها معايا في الرحلات. بدات من كتر الزهق، اصحابي بيعدوا عليا كل يوم ياخدوني ننزل مدينه جميره نتصور مع بعض مش عارف ايه. بدات اخد الكاميرا بتاعتي في لاندسكيبس اكتر، وبدات ان انا اصور اكتر. فناس من اصحابي قالوا لي انت بتصور كويس. ناس بداوا يعدوا عليا كل يوم تعالوا احنا نروح ناخد شريف عشان يصورنا. مم. فبقى معروف شريف هو اللي معاه الكاميرا اللي هنروح اي حته جديده هو يروح يصورنا. مم. فبداوا الناس يقولوا لي طب ما تصور، ما حلو. ايه رايك تشتغل في موضوع التصوير، طب ما تاخد كورسات، طب ما تطور نفسك في الموضوع. فبدات ان انا فعلا انا يعني انا ليه ما انتبهتش للقصه دي؟ وانا علاقتي بالتصوير كلها الصوره ال4 في 6 اللي انت بتصورها في الاستوديو. انا ما عنديش علم. انا لو حتى بتعلم يعني بصور، انا ممكن استفاد بيه ازاي في حياتي العمليه. مم. فبدأ كانت اللي هو هوايه زي ما اي حد فينا كان بيحب يصور وخلاص. ما كانش فيه بقى الكوميونتي، ما كانش فيه بقى الموبايل فونز، ما كانش فيه الكوميونتي حتى بتاعت المصورين، ما كانش كانت فيه. ايامها الموبايلات حتى اللي بتصور كانت الصغيره خالص اللي هي لسه نوكيا. بالظبط. لا وكان فيه الناس اللي بتصور او اللي هم نقدر نقول عليهم المصورين بروفيشنال كانوا اون فيري هاير ليفل يعني. ناس لو احنا بنتكلم مثلا على نطاق مثلا مصورين الازياء او مصورين الاعلانات، فالناس دي ستارز في حته كبيره. ستارز بيتعاملوا مع شركات ومع براندز مع موديلز ومع هاي اند ديزاينرز. احنا الناس دي ما نقدرش نوصل لها. فبالنسبه لي عشان انا ابدا اساسا البدايه دي واروح للحته دي فاتس ا فيري لونج واي، اتس ا فيري لونج واي ان انت تقدر تاخد الليب ده. بس هو اهم حاجه ان انت خلاص يعني هتحط الموضوع في دماغك. ده بقى هيحصل ازاي على الله. على الله. بدات ادور وبدات اشوف بقى انا ازاي اقدر اتعلم. انا دودة بحث جوجل موجود. قعدت ادور لحد ما لقيت في اماكن بتعلم التصوير. وانا هناك في الامارات كانت جنبي يعني 10 minutes. ربنا يعني كان سبحان الله سبحان الله والله. وكان قرار بقى ان انا يعني عشان اكلمهم في بورسعيد اقول لهم انا سبت الشغل وبفكر ان انا اشتغل مصور. يعني ايه هتشتغل مصور؟ يعني انت لما تنزل بورسعيد هتاخد دولفين وتمشي على البحر وبتاع وتصور الناس وكده. هي دي الصوره الذهنيه للناس عن المصور. يعني انت لو اي حد قال لك انا بشتغل مصور فانت هتصور يعني ايه بتعمل ايه يعني؟ ايوه انت يعني انت حد جالك من 15 16 سنه يقول لك انا بشتغل مصور، هتقول له بشتغل يعني مصور يعني ايه؟ زي احمد زكي في الفيلم كده اللي هو ماشي بالكاميرا على الكورنيش. بالظبط. يا اما بتمشي تاخد سنابس في الشارع للناس وبتقابلهم تديهم يا اما فاتح استوديو يا بقى اما عندك استوديو صغير بتصور 4/6 بتجي لك عروسه تصورها. الحاجات اللي احنا ستاندرد بتاعتنا اللي هي احنا بنسميها ستيريوتايب او الصوره الذهنيه العاديه اللي احنا شايفينها ومنقوله لنا عن طريق الميديا او عن طريق الافلام او الحاجات اللي اتغرست في ذهننا. علشان احنا ناس بطبعنا مش بندور بشكل متوسع قوي او متبحر في القصه بتاعه التصوير ده. الهاي اند بتاعه شكله عامل ازاي، وانا لو اشتغلت الموضوع ده اقدر اوصل فيه لفين وازاي. انا لو قدرت ان انا احدد البوينت اللي انا عايز اوصل لها فساعتها هقدر ان انا اعرف الطريق بالظبط. لكن هي المشكله كلها في ان انا مش عارف انا عايز اوصل فين. او ان انا هروح يعني ان انا اول ما مثلا ابتدي اعرف عن التصوير ادور الاقي مثلا واحد قدامي زي ماريو تيستينو ده one of the best fashion photographers worldwide. انا عشان في يوم من الايام ابقى ماريو تيستينو
it will take me a very long time ان انا perfect اللي انا بعمله ده علشان اقدر ابقى من مصورين الممثلين او من مصورين الازياء المشهورين وورلد وايد. فده يا ترى هياخد مني، طب هل انا عندي الطاقه ان انا اعمل ده؟ بس كان تحدي بقى. هو خلاص، وانت يعني انت في خيارين كلاهما مر. انت ما عندكش اوريدي خيار تاني في حياتك، ان انت خلاص انت سبت شغلك اوريدي خلاص، وما عندكش غير ان انت تتعلم التصوير وتبتدي تشق طريق وتلحق نفسك في ال6 شهور دول بقى، وتبتدي تشق. لا ال6 شهور دول كمان كان فات منهم 4 شهور. فانت عايز بسرعه تلحق تتعلم تميك اب يور مايند بسرعه جدا. هل انا فعلا ده الطريق اللي انا هكمل فيه ولا لا؟ وده ستراجل. انت قاعد بالليل مراتك نايمه، انت قاعد على الكمبيوتر بتفكر وبتدور، صح الصبح بتفكر وبتدور، قاعد مع نفسك بتفكر وبتدور. انت بقت حياتك عباره عن اكون او لا اكون. ده فعلا ولا ممكن اعمل حاجه تانية؟ طب انزل مصر وافكني من الموضوع ده انا لسه قدامي فيه، ولا ممكن ادخل فيه وان شاء الله اوصل فيه لحاجه. الليب اوف فيث بقى، هل انا واثق في قدراتي وذاتي ان انا هقدر اعمل فعلا دوت؟ فبيني وبينك قلت بص انا هجرب، عايز اشجع الخطوه دي. اخترت كورس ورحت حضرته يومين، كان مع حد انجليزي. كان كورس يومين لاساسيات التصوير. انا قبل اصلا ما اروح الكورس من كتر ما انا كنت دورت كنت خلاص اوريدي عارف اللي هو هيقوله كله، بس كنت رايح اكد على المعلومه. مظبوط. واتبسطت جدا ان انا من خلال السيلف توت او السيلف ليرنينج ان انا قدرت ان انا اوصل للانفورميشنز الاساسيه الراجل ده جاي من بره اصلا يقولها. فده انا كده كويس، يبقى اذا انا ممكن اقدر اكمل كده along the way بقى. انا لو استمريت على هذا المنوال لا انا ممكن اقدر اعمل حاجه. وقد كان رحت اخدت سيرتيفيكت، اشتريت الكاميرا، اول كاميرا. وبعد صراع عنيف مع الاهل يعني عشان يبعتوا لي فلوس عشان اجيب كاميرا مش رخيصه، كاميرا غاليه جدا. وقعدت معايا الكاميرا دي شهر، وعلى بال ما حوشت فلوس ان انا اجيب العدسه. طبعا. فعلى بال ما الكاميرا دي جت كانت الكاميرا قدامها بعلبتي، زي ما يكون انت جايب عربيه فراري وراكنها في الجراج ومش عارف تسوق عشان مفيش بنزين او معكش لايسنس تسوق. فانت يعني بس العيله دعموك ايا كان حتى وجهه نظرهم؟ لا خالص. انت حاجه غريبه. اتس يور كول. انا باشا، انا العيله ما بداوش يدعموني الا بعد ما اشتغلت الشغلانه دي بمثلا ب7-8 سنين. لحد ما فتحت استوديو، لحد ما بدات ان انا اتيك ريسبونسابيلتيز واصور افراح وابتدي اصور في الاستوديو بتاعي ويبقى عندي كوميونتي. وبدات ان انا ما اكتفيتش بالاستوديو، لا انا عايز اصور سليبرتيز. وبدات ان انا اوصل لسليبرتيز، وبدات ان انا اعمل كوميونتي في القاهره مع الفاشن ديزاينرز ومع المودلز في القاهره. وده شغل يعني، ده بقى ده موضوع كبير جدا جدا جدا. اللي هو فتره مثلا من انا فتحت الاستوديو بتاعي 2010. طبعا الثوره 2011 معاناه بقى. انا من خط يعني ازمه اقتصاديه، يا دوب فتح الاستوديو هوب ما لحقتش مفيش، انت مش لاحق تعمل اي حاجه وانت بطولك ومفيش سبورت ليك. دي عايزه شجاعه تانية ان انت تكمل وشجاعه. وانت مع كل نوك اوت انت في اهلك بيقولوا لك مش قلنا لك مش قلنا لك كان زمانك بقيت موظف. الطريقه المصريه بتاعتنا كان في كان امي كانت تقول لي ده في وظيفه، في واحد هتروح هناك وظيفه هتقعد في جراج في كشك تقطع التيكتس للعربيات اللي داخله. وظيفه مضمونه ب 3000 درهم في الشهر. ايه المشكله يعني؟ لا وكانت بالدرهم وهتقعد هناك هتبقى الفرق. او في السعوديه، في الخليج عامه اللي هو حلم المصريين. تخيل ان انا بقدراتي اللي انا عارفها جوايا ان انا هقعد في جراج جوه بوكس. انا ما بقللش من الشغلانه دي، بس مش انت، مش هقدر انتحر. يعني مش هنستغفر الله العظيم يا رب، بس طبعا. يعني اللي هو يعني هخش في مرحله ان انا هيجي لي اكتئاب على فترات، وهكبت الاكتئاب ده جوايا لحد ما ده ياثر عليا نفسيا. وبرضه مش هقدر اكمل، لان انا مش هقدر اكمل، لان انا بطبيعتي مش هقدر اكمل. انا مش هقدر ان انا اعمل ده. فكان قدامي اوبشن سهله كتيره قوي ان انا اعملها وما اخشش الاستراجل ده واسمع كلمتين كل يومين. كل يومين انت بتسمع كلمتين، مش قلنا لك. ودي برضه الشجاعه ان انت وفي ناس قاعده مستنياك تفشل.
انت متخيل بقى انت along the way انت في ناس قاعده مستنيه تشوفك وانت بتقع، لو احنا قلنا لك ما تعملش. القريب والغريب مم. كله مستنيك ان انت تقع، كله مستني، كله عارف ان انت مش هتكمل، كله عارف ان انت لا انت مش. وانت برضو اكيد عذرهم ان انت عارف ان كل انا واحد بص انا فيهم. توتالي مش مع الكوكب ده، انا توتالي كل اللي انا مركز فيه مم. ان انا التزمت قدام نفس الالتزام، ان انا مم. وقفت قدام مرايه نفسي وعارف ان انا كيبل، ان انا اقدر اعمل ده كويس. كل اللي انا محتاجه شويه وقت وشويه مجهود وشويه صبر وشويه اماني بمني نفسي بيها مم. بس. ما عنديش غير ده. طيب بما ان الاجزاء النفسيه بالنسبه لك كانت مهمه، الكلبه بابسي كانت يعني دورها ايه بقى في الفترات بتاعتك وهي معاك؟ فترات بابسي جات لي في الفتره وانا لما كنت في الاستوديو بتاع القاهره. أنا كان نفسي طول عمري اربي حيوان، يعني اربي مم. كلب. ربيت مم. قطط قبل كده في الامارات، بس القطط مش زي الكلاب خالص. ازاي يعني بقى يعني؟ الكلاب انت بتبقى معاهم على درجه عاليه من التواصل. مم. يعني انا دايما اقول كده، مثلا اقول اللي يعاشر كلب ما يعاشرش بني ادم، مم. لان صفات الكلب انت ما تلاقيهاش حتى في اوفى الاوفياء. مم. يعني اللي يربي كلب فعلا بيكتشف معاني تانية خالص للحياة غير اللي احنا نعرفها. احنا سطحيين جدا. علاقتنا بأي حاجة فيها، احنا من كتر ما الحياة بقت سريعة احنا بقى في معاني اه كتيرة جدا بتعدينا، ومن احد المعاني دي الرحمة. اه ومش كلنا بقينا رحماء للأسف. احنا بقى الدنيا عندنا، بتاخدنا في زحمتها فبنجري ورا بعض. فبقينا بطابع الحياة وبطابع الرش اللي احنا بقينا عايشين فيه، الحياة بقت سريعة جدا، فما بقيناش قادرين ان احنا نبص لحاجات كتيرة موجودة حوالينا بعين الرأفة وعين الرحمة. الاحساس بقى مع الكلبه كان في شويه كان معاني. حاجة تانية جدا. انا رحت جبت الكلبة دي بإرادتي واخترتها وهي اختارتني، وكان في بينا بوند. مم. والاول بالنسبة لي كانت هي كلبة بربيها، لحد ما علاقتنا بدأت تتطور ان هي بدأت اعملها ان هي بنتي، مم. لان انا ما كنتش خلفت. مم. ف لما تربي كلب الفترة خلاص انت بقيت بتعرف تتعامل معاه بالنظرات العين وبالكلام، بقى هو فاهمك، مم. بقيت انتوا فاهمين بعض، بقى في بينكوا بوند مش هيفهمها الا حد بيربي. في جزئية نفسية، داعم نفسي كمان. انت لما داعم بتكون نفسي. ده كائن هو مش عايز حاجة من الدنيا غير ان هو يشوفك مبسوط. مم. مفيش حد في الدنيا كده، حتى ولا اولادك مم. ولا اقرب القرابين ليك هيبقى عايزك مبسوط زي ما الكائن ده عايزك مبسوط. هي قاعده مستنياك طول النهار عشان انت بس ترجع تقعد جنبها شويه. مم. هي جواها كميه مشاعر حب ووفاء. هو الكائن الوحيد اللي ممكن يموت نفسه علشانك، مم. بلا يعني حرفيا بلا مش يعني مبالغة يعني، احنا ده بدون حقيقة. مبالغه. مم. فلما لما موتها أثر فيك ازاي بقى؟ موتها ده كان موتها. اولا كان مفاجئ بالنسبه لي جدا، لان هي ماتت مني. يعني كنا نازلين ماشيين مع بعض وماتت، جالها ارتفاع حراري مره واحده، اه وقعت مني في الشارع. وانا من النوع لما بتصدم بتكتم، ما ببقاش عارف اعمل ايه وما بقدرش اتصرف بسرعه. وقعت جنبي وما كنتش عارف اتصرف ومش عارف هي وقعت ليه، وفاكرها وقعة تعبانة يعني مش عايزة تقوم، فأشدها مش عايزة تشد. مم. لقيتها راحت نايمة على الاسفلت، وحاولت ان انا اشيلها، مش قادر اشيلها. خلاص فبدأت بقى. ان انا اقف في نص الشارع وانادي على الناس، اصرخ عليهم يا جماعة ساعدوني ان انا اشيلها، لان كان معايا الكلبة التانية كمان. اه ساعدوني. طلعت البيت، انا ومراتي حاولنا نشيلها نحطها في البانيو، كانت بتعمل اه كده. وبعدين جرينا على الدكتور. كانت هي بقى في الاخر خالص، ما قدرتش انقذها. وعارف اتصدمت، يعني اتصدمت صدمة. يعني انا اتصدمت مرتين في حياتي، لما بابسي ماتت ولما بابايا توفى. لا. دول كانوا اكبر صدمتين في حياتي. يعني كانوا اكبر. بص انا خسرت حاجات كتير في حياتي جدا، ومتعود كل فترة بخسر حاجة الحياة كده في مكسب حياتي. وخسارة، فانت عندك روح رياضية في بس الجزئية دي. بس بس يعني بابسي كانت خسارتها تعبتني
قعدت 2.5 سنين مأثرة عليا لحد ما جبت كلبة تانية شبهها بالظبط، عشان اقدر اطلع من الازمة دي. يعني انا قعدت في ازمة، انا مراتي الاولانية جالها السكر، انا جالي حالة ديبريشن وجالي حالة خوف، وبدأت اتعالج عند ثيرابيست، واثر على شغلي. بدأت ارفض شغل كتير، بدأت مش عايز اشتغل، ما باكلش، ما بعملش اي اكتيفيتي. حزنت بشكل كبير، خلاني يعني معظم الاكتيفيتيز اللي في حياتي ما عادش بعملها، وكسرتني بشكل كبير. بس يعني بس انت بتقوم وبتقع بس، وبتبقى عندك ايمان بربنا ان اللي جاي ان شاء الله خير. بص احنا ايماننا في الله، بس انا كان كل ايمان، يعني كان كل طلبي من ربنا ان انا ربنا لما يكرمني ويرزقني الجنة ان انا اشوفه في الجنة بس. يعني هو ده كان كل طلبي في الحياة بس، يعني من ربنا، لان انا فعلا يعني زي ما بقول لك، يعني في حتة كانت متواصلة ما بينك وما بين، مش قادر ان انا اعوضها بحد تاني، ومش هقدر ان انا اقول لك ان انا ممكن اقدر الاقي المشاعر او البوند دي مع حد تاني مهما كان، حتى مع ابني. تعالى نفك بقى شوية. نفك شوية. احنا فتحنا الاستوديو، وانت بتفتح الاستوديو كان عندك افكار كتير. انت بتحب تدور، وفي نفس الوقت انت عندك الحس الفني، فعايز تطلع افكار وستايلات جديده. بالظبط. عملت ايه في بدايه الاستوديو في 2010؟ 2010 بص والله انا يعني انا كنت جاي لما رجعت من الامارات، او بعد 6 شهور طبعا، لما كنت شايف بقى بعينك هناك الدنيا برضو فيها تطور شويه عننا، فرجعت هنا وقعدت في مرحله استراجل. انا اتعلمت تصوير، طب انا هعمل ايه؟ قصه ان انا افتح استوديو دي كانت لسه مش ظاهره. وكنت عشان افتح استوديو كنت لازم محتاج ان انا اتعلم حاجات تانية، مش لازم اتعلم اساسيات تصوير بس، انا كنت لازم اتعلم كمان استوديو لايتنج. ازاي انا اقدر اتعلم استوديو لايتنج، ازاي اقدر اتعامل مع اضاءات، ازاي اقدر اتعامل مع كلاينتس بي تو بي. ده برضو ده محتاج اداره، دي بقى شغل اداره بالظبط. ازاي ان انت التيم اللي معاك بالظبط، الله يفتح عليك، لازم تبيلد تيم، لازم يبقى معاك. وخصوصا ان انا ما كانش عندي، يعني انا ما اشتغلتش ده قبل كده، ما اشتغلتوش في شركه، ما اشتغلتوش مع وده اول بيزنس، يعني انت اصلا يعتبر ده بيزنس واول بيزنس يعتبر مش اول بيزنس. انا كان عندي بيزنس قبل كده كتير في التجاره والحاجات دي قبل كده، بس ده كان اول حاجه فنيه انا بادرها بنفسي، وما كانش ليا بيها خبره، او ما خدتش خبره من حد، او ما اشتغلتهاش قبل كده، فما كانش عندي، يعني ما كنتش متعمق في المجال. فانا اللي كنت ببني البيزنس ده بتاعي. انا اللي ببني البراند نفسه. كنت بره السرب، يعني ما كنتش عايز اتعلم استوديو فلان ده شغال ازاي، وازاي هما بيعملوا الورك فلو بتاعتهم. الاستوديو الفلاني ده بيشتغل ازاي، والورك فلو بتاعتهم بتمشي عملتها ازاي بقى؟ اتعلمت الحاجات دي ازاي؟ سيلف توت، معظمها سيلف توت. سافرت الامارات تاني، انا كنت بسافر كل 3 شهور تقريبا من بعد ما رجعت، كنت بحضر سيمينارز، كنت اخد بقى الموضوع بجد، يعني بحجز ورك شوبس انترناشونال، بسافر بيجي مثلا. انت عملت زي الدكتور اللي بيحضر مؤتمرات بالظبط. انا كل 3 شهور بالظبط بسافر بحضر سيمينارز لشركات بتنزل معدات جديده، بحضر ورك شوبس لمصورين من امريكا، من انجلترا، بيجوا بيدوا حاجات متخصصه في الاستوديو لايتنج، في الحاجات دي. اسست نفسي فيها، اسست نفسي لدرجه ان انا بعد كده بقيت انستراكتور، ما شاء يعني الله. يعني بدات كملت انا بقى في القصه دي. انا الحمد لله دلوقتي يعني انا امباسادور لنيكون ميدل ايست، وكمان بعمل توكس كل سنه في كايرو فوتو ويك. ما شاء الله. غير ان انا مدرس في مدرسه نيكون ميدل ايست، وكمان بدرس في الجامعه الامريكيه قسم التصوير هناك. فبدات المرحله الاكاديميك بتاعتي من اول ما بدات ان انا ادرس القصه دي في الامارات. يعني انت مش بس خدتها كبزنس، انت خدتها كمان كاكاديميك، بحيث ان انا كمان انقل العلم ده، انقله بشكل كويس بمهاراته الفنيه، وكمان بالاثكس بتاعته. يعني ازاي انا النهارده يكون عندي ناس مصورين خارجين من ايدي، من تحت ايدي، فنيا كويسين، وكمان عندهم ادبيات المهنه واساسيات المهنه واسلوب التعامل بتاعها،
وازاي يقدروا يكونوا كويسين في الكارير، يعملوا كارير محترم مش بالشكل بس انه ده. يطلع صورة، لا بس ان هو الفكرة مش ما وراء الصورة بقى. بالظبط، وازاي ان انت كمان تعمل ستايل معين لنفسك، لان هو انت علشان تقدر تكون مصور وليك ستايل ده بياخد منك وقت كتير جدا من البحث في الذات. بس خليني اقول لك برضو ده بيقاب، يعني الناس بتقابله بانتقادات برضو، خصوصا لو حاجة جديدة. كنت انت بتقابل ازاي الناس يقول لك ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، الافكار دي غريبة علينا، احنا ما شفناهاش قبل كده. انا يمكن اول ما فتحت الاستوديو الناس ما كانتش عارفه ان ده استوديو، كانوا فاكرينه محل بيبيع ديكورات. شكله حلو. جدا، انا كنت محل عامله شكله حاجه فيري يونيك. وبعد كده بدا الناس تخش تسالني هو ده بتاع محل ديكورات؟ حلويات ده، عارف انت احلى حاجة في لا ده المكان. استوديو. طب انتوا استوديو، انتوا بتصوروا ازاي؟ بدات انزل الناس حاجه احنا بنسميها مود بورد. يعني اقول لهم مثلا ايه، انا لسه ما عنديش بورتفوليو، بس انا اقدر اصوركم بالشكل ده، فالصور بتاعتكم هتطلع بالشكل ده. وانا عشان كنت مدير مبيعات، فانا راجل بعرف ابيع، وعندي علاقات كويسه، بقدر اعمل علاقات مع اي حد بسهوله جدا. فبدات ان انا اقنعهم ان انا لو انتوا جيتوا لي انا هصوركم بالشكل ده وصوركم هتطلع بالشكل ده. فكانت فكرة جديدة ومبهرة للناس. فبدات الناس تجرب، الناس عايزه تجرب. خلي بالك اي حاجه جديده مثيره بالنسبه للناس، اي باب مقفول احنا دايما عايزين نكتشف ايه وهنا في بورسعيد بيحبوا بالظبط. وده ساعدني على الانتشار، يعني في خلال شهر بورسعيد كلها كانت جت صورت عندي. بورتفوليو استوديو بقى هو اللي بيقدم حاجه جديده، وبره السرب ما بنقلدش حد، عاملين حاجه بتاعتنا احنا وي باك تو ذا بيزس. احنا بنعمل الحاجه اللي من سنه 1930 الناس بتعملها. احنا بنصور على بلين باك جراوند زي ما الناس الاجانب بيصوروا. احنا بنهتم بالشخص، مش بان احنا بنقص الشخص ونعمل حواليه خلفيات. احنا بنصور السبجكت. احنا بنعمل لك صوره تقعد معاك 10 سنين 12 سنه 15 سنه تلاقي الصوره هي كانك لسه متصورها امبارح. مظبوط. احنا بنكونسيدر الكواليتي كل حاجه بقى. احنا بنكونسيدر الكواليتي في كل شغلنا. من اول التصوير لحد الريتاتش لحد البرينتنج لحد كل حاجه، لان انا قبل ما ببيع ده للعميل انا بشوف انا ده اقبله نفسي ولا لا. يعني انا دي حته مهمه في اي بيزنس بالظبط. تشوف العميل هياخد منك الحاجه دي انت هتتقبلها، حتى لو مطعم هتاكل الحاجه ولا لا. بالظبط. فانت هتشوف هتبص عليها، هتبقى بالنسبه لك لذيذه وتحب انك تشوفها كل بالزبط. فتره ولا لا. بالظبط. هو في ايه في القران بتقول لك ايه، ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني انت مش تحب تدي حاجه للناس، تدي لهم صدقه، تدي لهم حسنه، تدي لهم حاجه حتى ياكلوها، انت مش تحب تاخدها لما تكون انت نفسك حابب تاكلها. يعني انا ما اقدرش مثلا ادي لواحد غلبان او واحد انا بعطف عليه باقي اكل عندي بايت بقاله 10 ايام انا نفسي مش هاكله لو ما كانش من احسن. تنفقوا مما تحبون، الحاجه اللي انت بتحبها. مش بالظبط. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ونفس القصه لازم تحسن فيما تفعل عشان ربنا يحسن اليك. فهتلاقي حياتك بقى نفسها فيها احسان. هو فكره الاحسان نفسها، ان انت هيبقى عندك مبدأ الاحسان، ان انت بتحسن لنفسك قبل ما بتحسن للناس. فطالما حبيت تدخلها جوه شغلك بقى. هي انت بتحسن لنفسك مبدئيا، انت ما بتحسنش لحد، انت بتحسن لنفسك. كل ما بتحسن لنفسك ربنا بيحسن اليك. وده بقى انتقل بيك لانك تروح القاهره ازاي بقى؟ يعني ايه اللي خلاك بقى بعد الاستوديو ده؟ توفيق ربنا بقى. انت بتشتغل كويس. خطوه جت ازاي؟ انت بتشتغل كويس، بتذاكر كل يوم، بتكمبيت مع نفسك، مش مركز مع حد في السوق مين بيعمل ايه. انت بس مركز مع اللي انت بتعمله، بتطور نفسك فيه ولا لا. دايما كل يوم بتذاكر، مش همك مين بيعمل ايه مين بيقول ايه. اهم حاجه ان انت مكمل في طريقك، اهم حاجه ان انت حاسس ان انت بتتطور. ده راجع لك ماديا، ده راجع لك معنويا. انت قدراتك بتتطور، بتسعى، ربنا بيوفقك. ده خلالك الدنيا في القاهره تبقى سهله وانت داخل، عشان ده خلالي ان انا عايز اسعى في القاهره، وان انا بقى اكبر مجالي واكبر اسمي وابتدي اعمل البيرسونال براندنج بتاعي، فاتعرف لكاتيجوريز اوسع بقى، غير ان انا بتعامل مع كلاينت. لا انا عايز اتعامل بقى مع ايجنسي بقى مع ايجنسيز ومع موديلز ومع الاضواء ومع ماريو تيستينو اللي انا شفته من 7-8 سنين فاتوا. انا عايز بقى ابتدي امشي للخط اللي هيوصلني لحاجه شبه، لان انا ما كنتش هقدر اعمل ده لما اكون مريت بكل الحاجات دي. ان انا اصور في استوديو، واصور بورتريه، واصور اطفال صغيره، واصور ويدنج، واصور فود، واصور كل حاجه فيهم بالظبط، واذاكر لكل حاجه فيهم كويس قوي، واطلع كل حاجه فيهم كويس قوي. فلما اصور كل ده كويس قوي واتحط في كل الكونديشنز دي، ويكون عندي الفيجوال ميموريز دي كلها
لما اخش الفاشن فوتوغرافي اكيد هكون انا اتعلمت من كل اللي فات دوت، فهكون داخل بجهوزيه عاليه وهكون ويل بريبيرد قوي، فهقدر ان انا الاقي فرصه كويسه. وده اللي حصل، ان انا وانس ان انا رحت بدات ان انا 2015 اسافر القاهره، بدات ان انا اتعرف على الكوميونتي بتاع الفاشن ديزاينرز بتاع المودلز، بدات اصور شوتس هناك. بدات ناس تقول للناس، بدات ان انا اسافر بشكل كونسيستنت. 2017 قلت خلاص انا هقفل الاستوديو بتاع بورسعيد، وده كان بالنسبه لي قرار يعني اللي هو كانك بتسيب عيل من عيالك. والمكان ده يعني فيه ذكريات، فيه ناس كتير اتعرفت عليها، كل حاجه. ده رجعتي من دبي، ده الناس الجديده اللي انا اتعرفت عليها في حياتي، دول الكوميونتي اللي انا طلعت بيهم بعد في حياه جديده. انت عملت لنفسك حياه جديده، ودول الناس اللي انت عشت معاهم الكوميونتي دي. هتسيب كل دوت بكل حاجه انت عملتها وتبتدي تروح لحاجه تانية انت عايز تثبت فيها نفسك. ده برضو تحدي ونقله تانية خالص. انت رايح بتحط نفسك في وسط وحوش في القاهره، سوق ما بيرحمش، اسامي كبيره جدا بتشتغل في اللي انت عايز تشتغل فيه، هما بيشتغلوا فيه من 10 و15 سنه. فانت بالنسبه لهم برضو مهما يكن انت لسه ابن امبارح، بس انت عندك بوتنشال وواثق في الله، وبتعمل اللي عليك وبتسعى وبتاخد بالاسباب. بس انت عشان بدأت الموضوع نفسه ما كنت من الصفر او من تحت الصفر يعتبر، فعندك كان قناعة وايمان بالله ان انا زي ما انا اجتهدت وعملت اللي ربنا ليه بوفيت زي ما بيسموها، ليه بوفيت. انت خلاص انت عملت كل اللي عليك، هتاخد قفزة الثقة. بس خلاص انا مستعد، يحصل اللي يحصل، انا ان شاء الله ربنا هيكرمني. انا ثقتي في الله كبيرة، مش ثقتي في نفسي. انا عارف انا وصلت لحد فين ك كانفو او كداتا او كمرجعيات. دلوقتي انا اقدر اعمل حاجه العالم كله يقدر يشوفها. أكاديمية شريف البوهي، احنا طبعا عارفين ان انت زي ما قلت درست في اماكن كتير، بس الأكاديمية بقى يعني حابين برضو نعرف عنها بقى، يعني نبروزها اكتر. بص، الأكاديمي دي حلم عندي من زمان. يعني انا اعلنته وماشي في البروسيس بتاعته لحد ما يبقى مكان كبير على ارض الواقع. ببتدي اتراكت ليه ناس. يعني الاكاديمي عباره عن زي ايجنسي، بدرس فيها الناس، بعمل انا سكاوتر. سكاوتر يعني بكتشف المواهب. يعني لو انت موهوب مثلا في الميك اب، انا اعرف ان انت موهوب في الميك اب، بس عارف ان انت هيبقى ناقصك الحته الفلانيه، فانا ممكن اخدك احطك في الحته الفلانيه اللي ناقصاك، واهيئ لك المود المناسب اللي يخليك تقدر تعمل اللي ناقصك مع الكونسيستنسي، تبقى اجمد حد. انت لو بتاع شعر كويس، انا اقدر اشوف ان انت بتاع شعر كويس. ليه؟ انا بحس الطاقه. انت لو موديل كويس، نفس الكلام برضو، فانا بقدر اشوف الناس. انا الحمد لله فالأكاديمية مش أكاديمية تصوير فقط، هي أكاديمية فنية. اكاديميه للتصوير، هي تعتبر كايجنسي. الايجنسي دي انا بدات اشتغل عليها بقالي سنتين، وببتدي اتراكت ليها ناس. هي الحمد لله بتكبر، معانا تيم كويس، وببلد كل يوم عليها، وبنعمل لها كل شهرين تقريبا كمان كاستنج للمودلز النيو فيسز. انا بكتشف يعني اولموست مثلا من سنة 2017 لحد النهاردة احنا كل شهرين بنطلع ناس جديدة، بنطلع نيو فيسز جديدة. معظم الناس المودلز اللي بيشتغلوا في السوق انا اللي مكتشفهم. معظم الناس الميك اب ارتست اللي بيشتغلوا في الفاشن اديتوريالز وفي المجال الفني اللي بيخص الازياء والموضه والتصوير من اكتشافي. معظم الناس الاسامي القويه اللي بتلمع، الريتاتشرز القويين في مصر معظمهم ولادي. فقلت واي نوت ان انا بقى يعني انا بيجي يشتغل معايا ناس فتره وبعد كده بيروحوا يشتغلوا از فريلانسنج بعد كده. طب واي نوت ان انا ابتدي اجمع ده واعمل اكاديمي تبقى كبيره، تفضل تبث ثرو العلم لحد ما تكبر، ويبقى ليها دورات بتتعمل كل شهر وبتدرس لناس زي أكاديمية الفنون وزي المسرح العالي المعهد العالي للسينما والمعهد العالي للفنون المسرحية. يبقى عندي أكاديمي نفس القصة دي. يعني عندي مثلا حلم ان انا within the next 10 years مثلا يبقى عندي أكاديمي كبيرة، بتخرج طلاب على مستوى عالي من الحرفية
اللي هو فيما تشوفهم بقى في سوق العمل في فيما الجزئيه دي. يخص كل المجالات الفنيه اللي تخص صناعه الميديا. مم. صناعه الميديا، مخرجين، مساعدين اخراج، ميك اب، شعر، موديلز، كرييتيف دايركتورز، الكاست نفسه بتاع ستايلست. العمل. الكاست بتاع العمل كله. مم. وده حاجه مش بس ان يبقى ايجنسي الموديل بس، لا هو ايجنسي لكل التالنتس. مم. لذلك انا بسميها تالنتس ايجنسي. مم. هي ايجنسي للمواهب عامه، والصناع القائمين على على العمل الميديا نفسه. برودكشن في مصر. ميديا برودكشن في مصر وفي الميدل ايست عامه، لان احنا بقالنا مثلا من سنه 2007 و2017 لحد دلوقتي احنا نسبه مثلا 70 80% من الكلاينتس بتوعنا من الميدل ايست. مم. يعني احنا معظم الكلاينتس اللي بنشتغل معاهم من قطر، من البحرين، من الامارات، من السعوديه. يعني 70 80% منهم بيجوا لنا. ليه؟ لان مصر صناعه الميديا فيها كبيره. مم. الكوست عندنا بتاع الميديا ارخص بكتير من بره. عندنا افكار كويسه، عندنا لوكيشنز احسن بكتير. الكلاينتس بيفضلوا ان هم يجوا يقعدوا كذا يوم في مصر ويتفسحوا ويزوروا ويعملوا الشغل بتاعه. ويعملوا في نفس الوقت الشغل بتاعهم. وكمان عندنا خبرات كتيره قويه جدا مش موجوده بره. طيب انا عايز اعرف بقى، على ذكر بقى الناس الفنانين والشغل اللي احنا نفسنا ان شاء الله نبقى احنا اللي بنصدره او بنكتشف الناس فيه. بدأت انت لما رحت القاهرة بدأت تشتغل مع فنانين واسماء. بالظبط. هل بقى معرفة شخصية ولا ايجنسيز بقى زي اللي انت نفسك تعملها دي، ولا كانت بدأت ازاي؟ والله بص، زي ما بقول لك هو توفيق ربنا. يعني انا هقول لك دعوه ابويا وامي وتوفيق ربنا ده اولا واخيرا. يعني انا مش هقول لك شطاره او اجتهاد من الواحد. هو الحمد لله الواحد بيجتهد. انا بسعى زي ما قلت لك، وانا معايا السعي، واثق في الله خير، وبعمل اللي عليا كويس، وربنا بيسبب الاسباب. يعني اول حاجه مثلا انا فتحت في القاهره 2017 انا اشتغلت في اعلان بتاع محمد منير. الاعلان ده كان اتصور في لبنان مع المخرج ياسر سامي، واتصور فوتوغرافي بتاعته في لبنان، بس الفوتوغرافيا ما طلعتش احسن حاجه. فكانوا عايزين يعملوا ريبرودكشن تاني للفوتوغرافيا. فجالي صاحب الايجنسي صديق عمر، جه حكى لي الحكايه وقال لي عايزين نعمل 1 2 3 4. قلت له طب يلا. قال لي بس احنا مش هينفع نعمل ده، لان منير بقى عنده مشكله ان هو مش عايز يقع مع هواه. فيعني قصه ان انت تصوره ده لازم هيبقى انترفيو شخصي بينك وبينه. قلت له يا باشا انا جاهز، يلا. امين. امتى؟ برضه نقطه الثقه. حددنا ميعاد ورحت قعدت معاه في بيته في جاردن سيتي. انا ما كانش عندي ثقه في نفسي ولا في اي حاجه بجنيه. انت قاعد مع محمد منير. يعني انت تخيل، انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا 2017 كنت قبلها اشتغلت مع فنانين بس مش بحجم محمد منير. اكيد مش بحجم محمد منير خالص. اشتغلت مع تامر عاشور، اشتغلت مع اسامي كلهم فنانين كبار ومحترمين، بس محمد منير الكينج and his في حته لوحده، وهيز in somewhere different. محمد منير مختلف تماما عن اي فنان اشتغلت معاه. محمد منير كاركتر كمان في طريقه تعاملك معاه هو مختلف عن اي حد من السليبرتي اللي انا اتعاملت معاهم. الكينج عايز معامله خاصه جدا، وفي نفس الوقت هو راجل شاف كتير واشتغل مع ناس كتيره جدا جدا جدا، فمش هيقتنع بالسهوله باي حد. فانت متخيل ان انت لسه انت ابن امبارح وراح تقعد مع محمد منير عشان تقنعه ان انت اللي هتصوره في الشوت بتاع الكامبين بتاعه. فده مش هقول لك عليه. وعلى باد هيستوري اصلا بقى موجود. يعني انت رايح له اوريدي بورتفوليو برينتد قد كده لشغلك كله، ورايح تقعد معاه قاعده في بيته، وانت بالنسبه لك ما في هو ربنا. يعني لو الراجل ده قبل ان هو يشتغل معاك يبقى ربنا اللي اراد. بس هو توفيق ربنا يا باشا، مش هتبقى شطاره منك ولا ان انت شغلك جامد. هو لان الراجل ده مش ما بيرضاش باي حاجه. ومش الناس دي لما بتكون وصلت لمرحله معينه ما بيبقوش عايزين اي حد. هم عايزين يشتغل، ما عندهمش وقت اصلا يضيعوا مع اي حد. بالظبط. فكون ان هو يحصل له باد تريب في حوار او انه يحصل له تجربه سيئه مع حد في شغل، في ميديا، في اعلان،
ده موضوع بالنسبه له شيء كبير، فهنصلحه لازم بقى. يضمن ان هو ده مش هيحصل له تاني. مم. فالحمد لله اتحدد ميعاد بعدها باسبوع، جالي في مكتبي في التجمع بعد الميتنج بتاعنا ده باسبوع. مم. ده كان اول فنان يخش عندي المكتب في التجمع، المكان الجديد اللي انا خدته. كان بالنسبه لي يعني بقى خطوة محمد فظيعة يعني. محمد منير جالي يعني. محمد منير جالي يا باشا مكتبي، يا فاهم يعني ايه. مم. بس مفيش اي حاجه تانية، مفيش اي حاجه تانية ممكن تتقال. مم. يعني هو لخص اي حاجه انت ممكن تحاول تعملها الفتره اللي جايه، او اي حاجه انت عملتها في كلمه ان انت اشتغلت مع محمد منير. مم. دي مش حاجه انا بتباهى بيها، بس حاجه انا بقول لك ان لاي شخص عادي اشتغل شويه وحلم في يوم ان هو كان مشى من شغله، اتطرد من شغله حرفيا، مم. وكان تايه ماهوش عارف يعمل ايه، لان هو واقف بيصور محمد منير، مم. وجنبه المخرج ياسر سامي، وجنبه ناس من الانتاج، موكب جاي يوصل الفنان محمد منير 10 عربيات مرسيدس اس كلاس موديل السنه، موكب ضخم جاي المكان. بيطمنوا على الشغل اللي هيتم. ووتر واي اتقلبت، انا كان المكان بتاعي في ووتر واي، كنت اخد فيلا دوبلكس، استوديو كبير. ووتر واي حرفيا اتقلبت عربيه يعني، رئيس الوزراء جاي. مم. ده كان بالنسبه لي شيء حدث، كان زي ما بيسموها كده، ايه بيسموها، يعني تشيك بوينت كده، او مم. بيسموها يعني نقطة فاصلة في حياتي. اه يعني قبل محمد منير شيء، وبعد محمد منير ده بقى خلاص بقى تيكت دخول لحتة تانية. طيب احنا وصلنا من محمد منير. انت دلوقتي بتشوف على تايم سكوير، على شاشات تايم سكوير، شغلك اه في امريكا. اه احنا ما عدناش بقى بنتكلم بقى في مصر بقى ولا الدول العربية، لا في امريكا، اللي هو يعني من الاخر اللي بيشتغل هناك او اللي حاجته بتتعرض هناك زي ما انت قلت كده الصف الاول. بيبقى رانك ده، او بيبقى ان هو عمل حاجة كويسة. وبرضه هو ده، انا هقول لك ده كله توفيق من ربنا. الواحد فعلا حسيت بايه لما حسيت ان ربنا وفقك ان انت تشوف حسيت ان الحمد لله ان الواحد بيعمل حاجه وليها صدى. بس اللي حسيت ان الحمد لله ان ربنا ممشيني في طريق كويس، انا بعمل حاجه كويسه، بخلي بالي كمان من اللي انا بعمله كويس. ما بحاولش ان انا اعمل حاجه يعني انا دايما بركز مع مين. انا في ناس كتير بتتفرج على شغلي، الحمد لله. وعندي مسؤوليه تجاه الاودينس بتوعي. فبحاول دايما ان انا اكون عندي جايد لاينز كده، ما تودينيش لحته انا مش عايز اروحها. الجايد لاينز دي بتقول ان انا لازم يكون شغلي محترم، بيخش بيوت كتير، ناس كتيره بتشوفه. فلازم يكون شغل فني من المقام الاول. تاني حاجه لازم يكون شغل محترم ويكون بيرفلكت ماي ايدنتيتي. بعد كده يور ايدنتيتي ان هي تكون بتتعرض في حته في نيويورك، اللي انا في يوم وقلت انا ان شاء الله هيكون عندي مكتب في منهاتن او في نيويورك. ان شاء الله. لما قالوا لي انت هتشوف نفسك فين بعد 5 سنين، قلت لهم ان شاء الله هيكون عندي استوديو كبير في نيويورك. فلقيت شغلي اتعرض هناك قبل ما انا حتى اسافر بشخصي. فكان ده بالنسبه لي لا برضو ده كان حاجه بالنسبه لي، كانت حاجه قويه. وبعدها بدات توالد حاجات كتير، ان انا يمكن اشتغلت بقى مع أصالة كذا مرة. أصالة من النجوم اللي أنا بحبهم أصلا. يعني أنا بقى لو أنت بصيت على الكارير بتاعي في شغلي مع الفنانين، أنا فيري سيلكتيف. أنا مش تعالى اشتغل مع الفلان الفلاني، أنا ما بعملش كده. دي مش طريقة شغلي. أنا فيري سيلكتيف مع الناس اللي أنا بشتغل معاهم. يعني لو ما كنتش بحب الفنان اللي أنا بشتغل معاه، أنا مش هشتغل معاه. مش هتعرف تطلع مش هقدر أطلع ماي بوينت اوف فيو، لأن أنا بقى عندي وجهة نظر في اللي أنا بعمله. أنا بشتغل بقى لي 16 سنة، وبقى عندي وجهة نظر بقولها في تصويري وفي شغلي. بقى عندي ستايل معين في شغلي. انت النهارده لو شفت شغلي مش عليه اسمي هتعرف ان ده شغلي بالظبط. لا، انا بقى عندي ستايل في الاضاءة بتاعتي، عندي ستايل في التصوير، عندي ستايل في البوزنج، عندي ستايل ده معروف ان هو ستايل بتاعي. والستايل ده الواحد بيشتغل كتير قوي عليه عشان يبقى عنده الستايل اللي هو زي ستايلك في السواقه. انت السواقه بقيت بتسوق من غير ما بتبص على انت بتعمل ايه او بتاكل، ده بقى حاجه عندك بقت بيسموها تلقائي يعني. تلقائيه. فبقى عندك خلاص الستايل بتاعك بقى ستايل تلقائي طالع منك، مش ما انتش مضطر تاخد من فلان الستايل بتاع الاضاءه بتاعه او لا، انت خلاص بقى. مين الفنانين اللي انت حبيت الشغل معاهم غير أصالة ومحمد منير طبعا؟ لا كتير اشتغلت مع
انا اشتغلت مع محمد محمود عبد العزيز، اشتغلت مع استاذ احمد عبد العزيز، اشتغلت مع مين، لا انا اشتغلت مع كتير البورتفوليو بتاعك مليان. كتير، وممكن ما اقدرش افتكرهم لك، يعني لازم افتح يعني مؤخرا عاصي الحلاني، مم. اشتغلت مع الاستاذ صابر رباعي، مم. كان حلم من عندي لان انا بيك فان لصابر رباعي، فانا اشتغلت معاه كليب 4 ايام، ده كان بالنسبه لي انا بشوفها 4 ايام صابر رباعي كل يوم، وبقى بينا علاقه وهو عارفني وانا عارفه، بقى دي حاجه كويسه. ان انا اشتغل مع اصاله 3 مرات ورا بعض، ان هي تطلبني بالاسم، دي حاجه كانت بالنسبه لي كويسه. مم. ان انا اشتغل مع نيكول سابا، دي كان شيء كويس جدا بالنسبه لي، وكان ريفرنس ان هي شافت ان الراجل ده اشتغل مع ناس كتير وبقى عنده رؤيه، فاحنا عايزين نشتغل معاه. يعني فكره ان انت تطلب بالاسم، ده كانت لما حته. لما يكون في حاجه قويه. اشتغلت مع غادة عبد الرازق اشتغلت معاها مرتين، اشتغلت معاها مره الشتاء اللي فات ولسه كان عندها دير جيست اوورد، مم. اشتغلت معاها وكانت طلباني برضو بالاسم. مين تاني يا ربي؟ لا يعني انا حاسس ان انت في حته كوميديا كده جواك، مش يعني احنا شايفينك جد قوي بقالنا شويه وقاعد بتحكي في شويه حاجات، بس انا حاسس ان انت عندك حته كوميديا انا كده. لما بتفك مني بتفك، بس هو عارف يعني يمكن عشان انا زي ما بقول لك الفتره اللي فاتت طالع من ضغط من عصف شويه. ذهني، وحاجات حصلت لي، انا من نوع انا يعني انا راجل هادي جدا مم. وهدوئي وانا لو سبتني قاعد لوحدي 10 ساعات في مكان انا افضل قاعد مش هتكلم، مم. هشتغل هفكر هسمع مزيكا، بس عندي استعداد ان انا اصاحب نفسي واسافر مع نفسي واعيش مع نفسي هادي جدا، وبحب الضحك وبحب الهزار، وان انا اخش في فترات عصيبة فيها مشاكل مع ناس كتير خارج نطاق الشغل، يعني مشاكل مالهاش علاقة بالشغل، تشتيت بقى الى حد ما. شتتتني، خلتني انا اذتني نفسيا، وانا بتاذي بسرعه، بتاذي مم. نفسيا بسرعه، فده بيأثر عليا جدا، وبيأثر على روحي فتره، حس يعني الفن بقى باخد فتره نفسها. ان انا اعمل ريهاب فتره طويله، ان انا اقدر ارجع انا عشان ابقى كويس، ان انا استشفى من الفتره اللي فاتت. طيب على ذكر الكوميديا بقى، ايه صورة معينة او بعض الصور كده اللي انت كان فيها موقف كوميدي بقى، حاجة كده لذيذة بتحصل وانت بتصور؟ آه، افتكر لنا كده. موقف كوميدي، كنا بنصور مسلسل الاب الروحي، وكان كان معانا كان معانا ال كان معانا دينا مم. كانت بتتصور، وكان معانا الاستاذ لطفي لبيب، اه. كنت بصور الاستاذه دينا، وكان الاستاذ لطفي لبيب كان لسه ربنا يديله الصحه، كان لسه داخل اللوكيشن، مم. وفي عز ما احنا بنصور قالت افيه من بتاع المسلسل، مم. بتقوله له هو داخل، بتقول له مش عارف ايه يا راجل ومش عارف ايه الكلام ده، المهم هي ضحكت، فكلنا في اللوكيشن ضحكنا، وعايز اقول لك كل الشوتس اللي انا خدتها ليها كانت كلها سبونتينيوس من جوه الضحك ده، وكلها طلعت الشوتس اللي اتحطت في المسلسل، مم. يعني كانت يمكن من احسن الحاجات اللي اتعملت، وكنا احنا، لان انا كنت بحاول ان انا اصورها بكذا اتجاه، بس ما كناش قادرين نوصل للبروفايل او الصورة اللي انا بدور عليها، مم. فالحاجات دي بتحصل ساعات فجأة كده. بتحصل كده، يعني عارف فجأة بدون ترتيب. انذار، بالظبط، بدون انذار. بيحصل، لا بيحصل معانا مواقف كتيرة جدا، بس برضو انا عشان الكارير طويل بس انت لسه في حد ما صورتوش ونفسك تصوره؟ بص، انا في حاجات كتير لسه ما عملتهاش، مم. يعني لو قلت لي انت فين في الكارير بتاعك دلوقتي هقول لك انا لسه ببتدي، مم. لان انا في سكراتش 3% من اللي انا اقدر اعمله او من اللي انا نفسي اعمله. مم. انا لسه نفسي اعمل معارض، لسه نفسي اعمل بروجيكتس فنيه قائمه بذاتها على الفن، بدون بقى ان انا اكون بصور سيلبرتي لا، يعني يكون حاجه فنيه انا بكريتها، يكون كونسبت فني اعمل بيه معرض، ده نفسي جدا، نفسي اسيب ارث فني يكون حاجه زي معرض قائم مم. يتعرض بره، يتعرض في مصر، يتعرض بره مصر، زي ميوزو ماريو تستينو مثلا كده، المعرض بتاع ماريو تستينو بيتعرض في ليما،
في البرازيل. مم. حاجات زي بتاعت هيلمت نيوتن مثلا، المعارض اللي بتتعرض بتاعته، حاجات زي بتاعت بيتر ليندنبرج، المعارض بتاعته اللي بتتعمل. انا لما كمان بقعد ادور في الحاجات اللي انا اشتغلتها، في صور كتيره جدا انا ما نشرتهاش. الصور دي انا لو لميتها هعمل بيها معرض لا يستهان بيه. كميه صور بلاك اند وايت وحاجات انا مصورها ليا يعني حاجات لفنانين، حاجات ما اتنشرتش. مم. بس عارف انت حاططها في اركايف كده، وببتدي لسه بفكر ان انا اعمل بيها معرض قائم بذاته مم. لحاجات مش يعني وهتبقى فنية قوية مريحة للعين بالظبط، وليها ستايل معين وما كانتش اتشافت قبل كده. طب بجد. انت في حاجات كانت بالنسبة لك صعبة جدا كمواقف مصور، او انت بقى خلاص انتقلت للقاهرة، فاكيد زي ما انت بتقول انت فزت وحوش يعني، موقف بقى صعب كان كمصور عشته في شغل التصوير؟ كمصور عشته في شغل التصوير. بص احنا شغلنا ماهوش سهل يعني. بص انا من الحاجات اللي بحبها في شغلي ان هو بيوديني كل حته وبيوديني اماكن جديده، وكل يوم بتعرف على ناس جديده. كل يوم حرفيا بتعرف على ناس جديده، وكل يوم بيوديني اماكن انا لو في الطبيعي ما كنتش هروحها. بس شقه يعني. احنا مثلا كان عندنا كليب كنا بنصور في الاقصر من الشهر اللي فات. الكليب ده احنا عشان نسافر قعدنا 12 ساعه سفر رايح، وقعدنا 28 ساعه تصوير جوه اللوكيشن. 5 معابد في يوم واحد في درجة حرارة 46. لما بتقل بالليل بتبقى 39. انت 26 ساعة اون سبوت اون لوكيشن، بتنقل اضاءة من لوكيشن للوكيشن للوكيشن لوكيشن. بيحصل لك هايدريشن جوه اللوكيشن، بتتعب، بتبقى في مكان اوبن اير، لان انت بتنقل في 5 معابد في يوم واحد. ده كان من الايام الصعبه في حياتي اللي انا كنت حاسس فيها ان انا بتحاسب. فعلا، وكان صعب جدا وكنت شايل همه ورجعت بعده كنت تعبان جدا، قعدت اتعالج فتره. يوم تاني كان عندنا اعلان من امريكا كنا هنصوروه مع فنانه مصريه بدون ذكر اسماء. والفنانه دي خلاص احنا رايحين التصوير، انا مسافر من بورسعيد وصلت القاهره وعندنا التصوير كمان ساعه. بلغوني ان الفنانه عايزه مصور صديقها هو اللي يصورها. متخيل؟ انت مش متخيل. يعني انا كأن عارف انت يعني حد جاب رمل من الارض وحط، بعد ما كنت طلعت من بورسعيد وسافرت وصلت القاهره وخلاص تصوير عندنا كمان ساعه. لا والله الفنانه عايزه مصور فلاني صاحبها هو اللي يصورها، صديقها يعني هو بيصورها على طول وهي عايزاه يصورها. طب احنا الكامبين ده احنا شغالين عليه مع الناس في امريكا بقالنا اسبوعين، مناقشين الكريتيف دايركشن بتاعه كله. مش تصوير وخلاص يعني، ده لا بروجكت. احنا البروجكت مع مش تصوير وخلاص، احنا بنشتغل على الكريتيف دايركشن ده قبل البروجكت مثلا باسبوعين ب3، بنجهز له قبلها بفتره، بنجهز اللوكيشن، المود بورد، فريق العمل، الحاجات دي كلها دي مش ما بتجهزش في يوم. رايحين انا اشتغلت على الشغل ده كله وهي خلت مصور تاني يجي يصوره قبلها، وده كان طبعا قرارها. وانا ما انا اي didn't push، انا قلت لها انا قلت لهم خلاص اللي هي شايفاه تماما. ويعني بصراحه يعني الاونر بتاعت البراند، يعني احنا كنا عاملين مع بعض اوريدي الديل والتزمنا بالديل على الشروط بتاعتنا والكلام ده كله، لان احنا كنا اوريدي برضو اشتغلنا فيعني كملنا الديل لحد جزء معين. وبعد كده سبحان الله يعني انا عشان يعني ارتضيت بالامر، هم رجعوا بعد كده اشتغلنا مع بعض، كملنا بقيه الكامبين بقى في كل حاجه تخصهم. وبدات نشتغل على البرودكتس بتاعتهم، وبدانا ان احنا نفتح كامبينز مع ميك اب ارتست تانيين في مصر. الحمد لله يعني بدانا نكبر شغل من ناحيه تانية، لان هو انا بالنسبه لي خلاص هو يعني الموضوع ما كانش يعني، بس عارف انت ساعات بتتصدم كده لما يكون مجهود وعملته واشتغلت وخلاص راح انفذ، يعني ما فيش. برضه بيبقى شيء صعب، بيبقى عارف برضه يعني انا دي من الحاجات اللي انا بكرهها جدا، اللي هو الحاجات الشلاليه او الكلام ده كله. خلاص هو اوريدي في اتفاق ما بين البراند والبراند مختار حد كفء للموضوع ده، وهو الراجل ده بيصور ده.
الراجل اللي انت جايباه اوريدي راجل مصور قوي جدا وراجل زميل محترم وكل حاجه، بس هو بيصور جنر تاني في التصوير فوتوغرافي مش خاص بالبيوتي. البيوتي ده له ناس بتصوره يعني بالظبط، يعني كل واحد يعني زي بالظبط. شاطر في حته، في سيجمنت، كل واحد شاطر في السيجمنت بتاعه. بس خلاص مادام هي شايفه وهي الفنانه وهي خلاص يبقى هي. طيب بما ان شغلك بدأ بالكمبيوتر لما قلنا ويندوز 98 واكس بي وبدأنا نشتغل في الحاجات الكمبيوتر، احنا الاي اي دخل علينا بقاله فترة وبقاله سنين، ودلوقتي كمان بيزيد يعني مكانه في السوق او مكانه في العالم عامة في كل حاجة بدأ. هل انت شايفه هيساعد المصور، ولا ممكن يبقى بديل المصور، ولا ممكن يقعد ناس في البيت؟ ما ده سؤال برضو ناس كتير بتسأله نفسها. بص والله الديبند زيه زي اي حاجه. بص في شغلانات بتستحدث وفي شغلانات بتفنى الى العدم. زي يعني في شغلانات عندك كتيره بمر الزمان هتخلص ما عادتش هتبقى موجوده، زي مثلا الراجل اللي كان بيقف بصندوق خشب بيصور في الشارع، الراجل ده ما عادش موجود. دلوقتي بقى فيه الموبايل، صح؟ مظبوط. الاي اي لو انت ما صاحبتوش وقدرت تستفاد منه انت في شغلك وتطوعه لخدمتك it will override you. فلازم تبتدي انت مع الفاست سيلف ليرنينج اللي بيحصل للاي اي، انت كمان تبقى فاست ليرنر وتقدر تطوعه عشان يخدمك لما ينفعك في شغلك انت كراجل مصور او كراجل ديزاينر. يعني لازم احنا نصاحبه. هو خلاص بقى موجود بشكل قطعي وموجود بشكل قوي، موجود امبلمنتد في كل البرامج اللي انت بتشتغل عليها. الحزمه بتاعت ادوبي بقى موجود فيها خلاص دلوقتي. ابل في الماك او اس دلوقتي خلاص بقى ابل انتليجنس. الانتليجنس دلوقتي او الارتفيشال انتليجنس دلوقتي بقى في كل حاجه حرفيا، ومش هتعرف تهرب منه. ولو ما كنتش تقدر تستفاد بيه وتطوعه لخدمتك هو فعلا هيحل محلك، فانت اللي في ايدك القرار. وبما ان شريف في ايده القرار، لو النهارده اتكلمنا عن هواياته اللي بره شويه بقى الشغل، احنا اتكلمنا كتير كمصور، بس عايزين نتكلم على شريف بقى نفسه. هواياتك ايه بقى بعيدا عن ان طبعا شغلك بياخد وقت طويل، بس ايه الهوايات اللي انت بتحب تعملها؟ بص لما بيبقى عندي وقت فاضي بخش المطبخ. بنرجع تاني لفكره الطبخ. ايطاليان بقى. انا بحب اعمل طبيخ جدا. بحب اعمل الحاجات دي اللي هو الحاجات بتاعت الكوليناري، الحاجات الباستاس والحاجات الايطالي والحاجات دي كلها بحب اطبخها. بحب السايكلينج. بركب العجله بتاعتي وانزل اخد راوندز كنوع من الرياضه. بسمع مزيكا واتعلم. دي الحاجات اللي انا بعملها في حياتي عامه. يعني لو ما بشتغل بعمل الحاجات دي. طيب ايه الصفة اللي انت يعني كشريف شايف ان هي الصفة الحلوة اللي انت حابب ان الصفة دي فيك وبتبروزها لنفسك قوي، والصفة اللي انت يعني نفسك كده تتغاضى عنها شوية او تحاول انك تخليها ما عادتش موجودة؟ الصفة اللي بحبها فيا ان انا بفهم بسرعة. يعني بفهم فاست ليرنر، بتعلم بسرعة وبفهم بسرعة. والصفة اللي وحشة فيها الكسل. لما بكسل ببقى صعب. عشان اقوم من الكسل. تتغلب عليها ازاي بقى جزئية الكسل دي؟ ساعات بيحصل لي ارت بلوك وساعات بيحصل لي كسل. الكسل ده بتغلب عليه بان انا بنزل اقعد مع ناس او اسمع مزيكا او اغير المكان اللي انا قاعد فيه تماما او اسافر او اشتغل. بص انا الشغل بالنسبه لي هو حياتي. لو انا موجود في اللوكيشن هتشوفني حد تاني خالص غير اللي انا قاعد قدامك دلوقتي. هتشوف شخصيه تانية بانرجي تانية، انرجي 150%. حد بيتنطط في اللوكيشن، حد بيضحك وبيهزر وبيغني وببقى عايز اشتغل وببقى عايز انا في اللوكيشن انرجي تانية. فعلا انا في اللوكيشن حد تاني حابب اشوفني كده على طول. فلما بحس بالكسل بحاول احط نفسي في شغل. بحاول اشوف اي فرصه لاي شغل حتى لو بيرسونال ورك واعمله علشان اطلع الكابت بتاع طاقه الابداع اللي جوايا. لان طاقه الابداع اللي جوايا لما بتبقى جوايا كتير بتحرقني. فلازم تطلع في حاجه. لازم تطلع زي ما تكون انت كده متنرفز من جواك ولازم تزعق. هي نفس الفكره.
انت حاسس ان احنا في الدنيا بيبقى حد لينا كده ممكن نبص عليه زي ما انت قلت اسماء كتير، بس في اسم كده انت ممكن تحسه ان هو ممكن يبقى الرول موديل بتاعك؟ الرول موديل بتاعي في ايه بالظبط في حياتي عامة؟ لو ليك اكتر من حد نحب نعرفهم. لا يعني يعني في الكارير مثلا في رول موديل، لكن في الحياة وطريقة الحياة اظن انت ما شفتش حد بطريقة حياتك اللي انت عليها النهاردة. لا بس بتمنى ان انا يعني انا بص الرول موديل بتاعي الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. انا نفسي اوصل لمرحلة الربانية دي، اللي هو اكون آه، انسان مؤمن مسلم صحيح، برضي ربنا، بعيش على خير، بموت على خير، بعمل اللي ربنا عايزه مني، ما بزعلش حد، بعمل اللي انا بعمله باجتهاد، ببتغي بيه مرضات ربنا، و... وعلى قد ما اقدر اكون بتاجر مع ربنا تجارة كويسة، و... واحاول قدر الامكان ان انا اتفقه في الدين. يعني دايما انا بحاول ان انا في وقتي في البيت طبيعي ان انا اكون بسمع قرآن، اذاعة القرآن الكريم شغالة على طول، فعلى طول بسمع احاديث على طول، بسمع بودكاست لناس شيوخ، ناس بتتكلم في السنة عن حياة الرسول، عن الحاجات دي. دايما بحاول اكتسب يعني ايه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مظبوط. فبحب دايما ان انا احاول ان انا اكتسب كل شوية، حتى لو كل شوية حاجة مش كبيرة بس. قد كده، مم. قد كده، لان يعني يعني بتساعدك في اوقات كتير الحاجة. جدا جدا، لان بص احنا في عالم كله مشتتات وكله مغريات، ولو ما كنتش انت واعي كويس هيبقى سهل جدا ان انت تندرج، مم. هيبقى سهل جدا ان انت تغوى. مم. وده البرسويجن ده شيء صعب جدا، يعني انت تبقى ان انت تتشد وان انت شايف ان ده المظبوط، مم. ان انت ميبقاش جواك قناعات وفاهم صحيح دينك كويس. وانا بشتغل في الميديا، انا بشتغل مصور، انا بشتغل مع عرضات ازياء، بس بقدر الامكان انا بحاول ان انا اكون في الوجهة المظبوطة اللي ما تعرضنيش لحاجة وحشة، وفي نفس الوقت اكون زي ما قلت لك بتقي ربنا في عملي. طيب لو حبينا نقول شريف مش هشتغل مصور النهارده، مش هشتغل مصور، ممكن تشتغل ايه؟ ممكن اشتغل ايه؟ ممكن يبقى عندي سلسلة مطاعم بتعمل باستا. باستا. انت الجزء الايطالي، الاكل الايطالي ده. باستا باش عامل سلسلة مطاعم. انا عندي اسم البراند، عندي البراند، عندي البرودكت نفسه، عندي الكوربريت عندي البرودكت ديزاين بطريقة بيعه ب ب بال شكل جديد ما شفناهوش قبل كده. كل حاجة انفنتد، يعني حاجة من قلبي لقلبك. طيب انت اشتغلت ولفيت وشفت، لو قلنا في شغلانه انت شفتها قلت انا لو ادوني مليون جنيه في المره مش هعملها؟ عامل تيكت في جراج برضه. رجعنا لها تاني. هي كلها كونكتد. اه عامل كده تيكت في جراج، عمري ما هعمل كده. اللي انت ما حبيتش انك تعملها زمان. لا مش يعني في شغلانات كتير، بص الواحد يعني ما يحبش يعملها، صعبة جدا، بس رغم ان التيكت في جراج دي سهله جدا، بس لا انا مش كده. انا مش موجود. انا عبر يعني، مش انا عامل تيكت على الطريق، انا بقطع تيكت بس، انا ما بعملش حاجه غير ان انا بعمل كده. هو ده اللي انا بعمله في حياتي. ان انا اكون غير مؤثر، ده شيء يصيبني بالاذى النفسي. بما ان ده ورق ممكن يبقى صفحات في كتاب، حياتنا كلها صفحات، عايزين نعرف صفحة انت حاببها جدا ونفسك انها تتكرر ونفسك انها تبقى موجودة مع كل الناس، وصفحة تانية يعني زعلان انها كانت موجودة وبتقول يا رب ما تمر على حد. صفحة نفسي تتكرر، كل الصفحات الحلوة اللي فيها نجاحات واللي فيها شغل وإبداع
وبحس من جوايا ساعتها ان انا طفل صغير بيتنطط وفرحان من قلبه فعلا. الصفحة الوحشة ان انت تفقد حد عزيز عليك او شيء عزيز عليك. ده شيء انا متمنهوش لحد، لان ألم الفراق ده اصعب ألم. والناس اللي زينا اللي عندها حس مرهف ساعات ما بتقدرش، يعني بيحصل لها مشاكل. يعني عارف يقولوا انت حساس قوي كده، اللي هي يا جدع انت عادي. لا، احنا في ناس ما بتقدرش تعيش بده. بي بي بيبقى عندهم مشكلة كبيرة مع الإحساس ده، وعشان يقدروا يتخطوها بتبقى غريبة شوية. جدا جدا جدا. أنا ما بتمناش لحد يفقد حد عزيز عليه يا رب ولا غالي. بص، دي بره شوية الأسئلة اللي هنا، بس أنا حبيت إن أنا أسألك السؤال ده، لأن أنت في أكاديمية شريف البوهي أنت بتتمنى للناس الخير، وده بالنسبة لي شيء على قد ما هو يعني ناس كتير ناس كويسة وبتحب الخير للناس، بس فكرة إن أنت عايز تطلع ناس وتطلع مواهب، نفسك في يوم من الأيام تلاقي نفسك رول موديل لناس كتير. اخلاقيا بحاول. يعني انا ده، يعني بص، انا دايما ايه زي ما يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول لك اوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاهم؟ فانا لما دايما بحاول ان انا اكون رول موديل، فانا دايما كمان بكون رول موديل لنفسي. حتى لو انا فيها جانب شرير انا بحاول ان انا اشتغل عليه، علشان انا عارف ان في ناس كتير شايفاني. انا طول ما انا متشاف انا هبقى مخلي بالي من نفسي. ودايما بحاول اصحى لفكره ان انا ربنا كمان شايفني قبل الناس. فده مخليني ان انا ببقى دايما كين قوي ان انا الناس يبقى عندها الاثكس، الناس ان الناس ربنا يكرمها، ان احنا نفتح ابواب رزق كتيره لناس كويسه، ان الناس يبقى يجي وراها ناس، يجي وراها ناس، ان انت تعمل كارير لحد وربنا يكرمه من وراه، ويبقى ده اسلوب حياته، ويبقى ده لقمة عيشه اللي هو بياكل منها. هتلاقي انت مثلا من 10 سنين فلان اشتغل معاك وبقى له 10 سنين ربنا بيكرمه من السكة دي عشان انت حطيته في المكان ده. هو اصلا ما كانش له علاقة بالمكان ده. فلان الفلاني انت اكتشفته، ووفرت عليه 5-6 سلمات وحطيته في حتة كويسة، وفعلا انت كان عندك رؤية، فالراجل ده فعلا وصل وبقى في مكانه فعلا يسحقها. في حد نصحك في بداية شغلك في التصوير نصيحة عايشة معاك لحد النهاردة ما تنساهالوش؟ لا، كنت اتمنى الاقي حد ينصحني. انا خدتها لوحدي. بتعملها ازاي بقى مع الناس الجديدة؟ بحاول لو لقيت حد بيعمل حاجة وشايف ان هو يعني يستاهل النصيحة، انا بقول بغض النظر عن ان هو، بص، انا ما ببصش للانسان. يعني انا دايما بعمل لله، فاهم؟ فانا دايما لو شفت حد مقبل على شيء، بيعمل اي شيء في منه فايدة، وشايف ان ممكن يبقى فيه تعاظم للفايدة دي، هقول له ازاي يقدر يعملها. لو من وجهة نظري انا قدامي حاجة تقدر توفر عليه وقت ومجهود، ولو شايف حد بيعمل حاجة غلط هقول له. لان في ناس كتير، انا عندي على طول على الانستجرام اللي فتحت لك هتلاقي في ناس كتير بتبعت لي بروجكتس بتاخد رأيي فيها، بقول له لا انت محتاج تعمل كذا، محتاج تعمل كذا. بوفر عليه ستراجل كتير، لان ممكن يكون هو هيوديه مثلا للكلاينت، الكلاينت مش هياخد باله. بس انا الفكره مش فكره ان انت تودي لي الكلاينت وتبسط، والفكره ان انت ازاي تتطور علشان تقدر تتارجت الاحسن والاحسن، وانت كمان تبقى قيمتك اعلى. الفكره مش في ان انت تبقى كويس وتشتغل مع الكلاينتس زي ما انت شغال بقالك 10 سنين، وازاي ان انت تتطور في مكانك وتشتغل مع a very new targeted audience اللي هينقلوك من التارجت بتاع ال10 قروش اللي انت كنت بتاخده لل100 قرش، من الكرايتيريا للناس اللي انت كنت بتشتغل معاها للهاير ليفل اللي شغلهم بيبقى محسوس، اللي هيوفروا عليك سنين ضوئيه كتيره جدا في ان انت ربنا يكرمك وتقدر تعمل حاجه. لان دلوقتي عشان تقدر تعمل حاجه it's very tough competition very tough. ما عادش حاجه مبهره زي زمان. بالظبط، ما عادش حاجه مبهره زي زمان. احنا كلنا انبهرنا خلاص، فخلاص بالظبط. فانت شفت ناس كتير وفي ناس كتير، احنا الموبايل معانا دلوقتي، والميك اب ارتست موجودين كتير، كل حاجه موجوده دلوقتي. طب اللي شايف في نفسه فعلا كمصور بقى، عشان الجزئيه اللي هي اللي انت بتشتغلها اكتر ويعني very talented فيها، لو حد شايف في نفسه مصور وحابب انه يطور من نفسه، تنصحه يعمل ايه؟
بص انا مش تالنتد في التصوير، انا تالنتد ككرييتيف دايركتور. يعني ايه؟ يعني ان انا ممكن اخرج لك عمل كامل. من اوله لاخره. مش موضوع التصوير، انا التصوير اداني رؤيه، لكن انا كرييتيف دايركتور، انا مخرج فني. يعني انا اقول لك الشغل ده لو انت عايز تعمله، انت محتاج تعمل 1 2 3 4، محتاج تشتغل مع 1 2 3 4. تفتكر حد يقدر يعمل المنظومه الكامله بتاعت ان هو يبقى شايف الموضوع من رؤيتك، مش بس ان هو مصور؟ شايف الموضوع سهل ان حد يقدر في يوصل ناس له؟ في ناس كتير بتعمل ده، في كرييتيف دايركتورز كتيره جدا، ودي الشغله الكرييتيف دايركتور دي ليها شغله مشابهه ليها في للبروديوسر المنتج. مم. المنتج اللي هو برضو بيجمع تيم العمل، بس البروديوسر هو ما يخص تكاليف الانتاج بتاعه العمل والتصوير واللوكيشنز والحاجات اللي هي فين والتصاريح. الكرييتيف برودكشن هو ما يخص الرؤيه الفنيه اللي عمل. وتحديد اماكن التصوير والاشخاص اللي هيشتغلوا القادرين على ان العمل يخرج بالشكل الفلاني. طيب لو حد حابب بقى يدخل المجال وفعلا يبقى مجتهد زي شريف ما كان مجتهد ويذاكر ويتعلم، تنصحه يبدأ ازاي؟ انصحه يبدا من اي حته. اهم حاجه انه يبدا، انه يبعد عن الكسل. انه يبدا اه. يبدا، لان في واحد دلوقتي بيبدا ولو ما بداش هو ده هيتاخر، فهيبقى يعني لو ما بداتش دلوقتي في واحد بيبدا دلوقتي حالا. امم. لو انت ما ذاكرتش دلوقتي في واحد تاني بيذاكر وهياخد مكانك. هيعطلك كتير ان انت وما تعرفش يعني who's the toughest. تعرفش مين ممكن يكون اللي بيتعلم الوقت ده عدو صعب المراس وما تقدرش تصارعه بعد كده. فهتسهل على نفسك لو انت اتعلمت دلوقتي وسبقته شويه. وما تعرفش قد ايه بينك وبينه. وبعدين الايام الصعبه هي اللي بتخلق الرجال الصعبه. ف ف ف كان دايما المدير الهندي بتاعي زمان كان يقول لي in the time of recession tougher is only survive. في وقت الصعوبات او الازمات الناس القويه والصعبه بس هي اللي بتنجو. فافرح بالايام الصعبه. انا دايما بفرح بالايام لما الاقي ايام صعبه، بعرف ان في شيب جديد انا هاخده. الايامين اللي فاتوا كانوا صعبين جدا عليا، بس انا عارف ان ربنا بينقلني لشيب تاني خالص في شغلي وفي حياتي وفي كاريري. وانا ده اللي كان مصبر قلبي بس ان انا اعدي الايام الرخمه ديت، عشان انا عارف واثق في الله ان في حاجه حلوه جايه. طيب احنا هنشوف السلم اللي احنا عايشينه دلوقتي، وانت قلت ان انت قدامك كتير، بس برضو خلينا نقول انت موجود على السلم. موجود فين على السلم بتاع نجاح البراندنج بتاع شريف البوهي؟ يعني هنقول على اول 3-4 سلمات، لسه حبه. الموضوع اصل سقفه بعيد وكل شويه بيبعد، يعني كل شويه بيبعد في كل مدى الطموح بيعلى. الطموح اصل ده سقف متحرك انت عمرك ما هتعرف تجيبه. وشغل الميديا عامه اللي فيه برودكشن وفيه افكار وفيه تالنت وفيه ابداع، ده عمرك ما هتعرف تمسكه. ما فيهوش هاير مانجمنت هتقدر توصل لها. في حاجه انت هتقدر توصل لها والحاجه دي هتوصل لها، فانت مطالب ان انت جوه الحاجه دي. يعني انت هتفتح مكتب في نيويورك، انت جوه المكتب اللي في نيويورك ده مطالب ان انت تحقق اتشيفمنتس بقى كبيره. فما فيش، فانت ولما تحققها هتبقى عايز تحقق الاعلى. هو الطموح كده، ولازم تتعامل على ان هو الطموح كده، ما تزهقش من ان هو كده. انت لازم تفضل كونسيستنت. طالما اخترت الطريق ده افضل بقى مكمل فيه بنفس الطاقه، وكل ما طاقتك تقع شويه اشرب حاجه عشان تديلك طاقه. اشرب ريد بول، اشرب اي حاجه تخليك تكمل عشان تقدر دايما اصبر، دايما كمل، دايما افتكر ايه الهدف. كل ما تلاقي نفسك هديت تفتكر ايه الهدف، هتلاقيه بيتحرك قدامك هناك. اجري بقى، اجري. وانت بتجري هتتبسط، هتشتغل، هتعمل حاجات انت ما كنتش شايف في نفسك ان انت تقدر تعملها. احلى حاجه لما الواحد يكتشف نفسه. شريف، احنا كنا بادئين الحوار ان احنا بنتكلم على قصه نجاح، ويمكن انا من وجهة نظري الحلقة مش مفيدة في قصة ان احنا نحكي حد نجح ازاي او ان هو ناجح فاحنا نحكي قصته، على قد ما احنا دخلنا في تفاصيل يمكن صغيرة جدا، بس هي صغيرة كرؤية ولكن كبيرة كتأثير. هي لما تحط جنب بعضها كلها هتلاقيها. وده اللي اعتقد ان احنا طلعنا بيه من الحلقة دي، ان في شوية حاجات كتير لو اتحطت جنب بعضها الناس خدت بالها منها هتستفيد قوي وهتبقى مرتاحة. يعني انا فكرة النجاح مش بس فكرة انك تبقى ناجح، انك تبقى ناجح ومرتاح، وانك بتعمل الحاجة اللي انت شغفك فيها. لان دايما الناس تقول لك ايه، الشغف بعيد عن اكل العيش. لا، هو مش بعيد، بس هو المهم يبقى قريب بالنسبة لك
انك تبقى مرتاح له وعارف شويه حاجات، تراعي ربنا، تعمل الحاجات اللي انت قلتها. بالظبط. فكون ان انا قاعد مع شريف النهارده وبيحكي لي ازاي هو نجح، ومش شايف ان انا انجح حد ولا انا اجمد واحد في الدنيا، لا لا يا عم خالص، انا. هو في اللي انجح فيه انجح منه، وفي الجامد فيه اجمد منه، وكل ما فيش يعني، كلنا بنحاول. دي نقطه انا فرحان بيها ونظريه جدا. النجاح نسبيه جدا، هي نسبيه جدا، يعني احنا بنقيس على قد النجاح اللحظي، لكن انت ممكن النجاح بتاع امبارح ده النهارده ولا يمثل اي شيء، لان في ناس نجحت نجاح اكبر منه واثبتت ان لا، في قدرات اعلى، فهو شيء نسبي. فكرة تانية برضو عندي ان احنا اتكلمنا على ان انت كنت موظف وما حبيتش تكمل في الوظيفة، وكان عندك مديرين وكان عندك، وبعدين قلنا الطموح، انت قلت لي الطموح لا ده انا ممكن يبقى عندي طموح النهاردة، وبعد كده بعد ما اوصل للطموح ده وخلاص انا وصلت بقى، انا قعدت مع محمد منير وصورته، لا انا عندي طموح اعلى، هروح افتح مكتب في امريكا، هوصل لحاجة جامدة هناك، هيبقى في اعلى. فكرة ان يبقى في حد عنده قناعة ان مهما وصلت كمل لقدام، مش شرط ان انت تفضل في نفس المكان، دي برضو فكرة لازم ناس كتير قوي تتعلمها. يعني بالظبط. اعتقد من كلامك لو الناس كده اخدت الموضوع بدأت تفكر فيه وترتبه، هتلاقي ان هو لا واقعي، وان يمكن احنا ما خدناش بالنا من ده وقاعدين بنبص طموحك فين او هتحط نفسك فين بعد 5 سنين. سؤال دايما بنتسأله في انترفيوز يعني. بالظبط. انا ممكن اجاوبك عليه، بس ده هيبقى خطوة، يعني كمان 5 سنين دي مش النهاية ولا اجمد حاجة انا هعملها. علشان النجاح النهارده كلمه اختصارها ترند. مم. بقينا بنسعى للنجاح اللحظي والترند والترند على اي شاكله، واحنا مش كده، وما اتمناش ان احنا نكون كده ولا اللي جاي يبقى كده. فعشان كده دايما احنا بنحاول دايما نسيت السكيل، ان احنا ما يبقاش مفهومنا عن الدنيا كده، ما يبقاش مفهومنا ضيق وقصير، ما يبقاش دايما عندنا ان انا اعمل حاجه تطلع ترندنج حتى لو وحشه، بس انا طلعت ترند انا كده. انا كده تمام، انا مرضي كده. لا، مش هو ده خالص، مش مم. هو ده النجاح. ان احنا ربنا يخرجنا من الدنيا دي على خير، ونقابل وجه كريم على خير، ونبقى من الفايزين في الآخرة. هو ده النجاح. مم. بس غير كده يا باشا، كل اللي احنا فيه ده بس فترة مؤقتة بس. والله يا شريف يعني انا مبسوط جدا 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 يعني، وزي ما احنا قلنا بره حتى التصوير، اذا قعدنا قعده تانية ان شاء الله وكان لينا عمر وربنا هنقعد ان اراد، شاء الله، هنقعد قعده تانية وهنشوف نجاحات اكبر، وهناخد ديتيلز مختلفه عن الديتيلز اللي اتقالت، لان الحياه كانت مليانه ومليانه بالظبط. اكشن ايوه، حاجات كتير، انا حياتي كلها اكشن. فالاكشن ده بيطلع ديتيلز صغيره كتير، فاحنا قعدنا النهارده وان شاء الله هنقعد تاني، باذن وانا الله كنت مبسوط جدا في السيزون جدا. التاني بقى ان شاء الله خدوني نضيف معاكم تاني، يعني احكي لكم حاجات جديده. ده احنا نكون مبسوطين وهنلاقي كمان حاجات تتقال، اللي تتفرج على الحلقه دي هيتفرج على الحلقه التانية هيستفيد اكتر وهيلاقي بإذن حاجات الله. اكتر، باذن الله. وانا مبسوط ونكون عملنا جدا. حاجه جديده. بإذن وانا اتمنى الناس اللي بتتابعك وبتشوف الحلقه دي النهارده معانا تعرف القصه اللي وصلت شريف لانه يوصل للي هو وصل له ده كانت عامله ازاي، عشان الناس تعرف ان النجاح كان وراه مجهود وتعب ومذاكره وحاجات كتير، لو الناس عملتها هتوصل. شريف وصل بيها، فانتوا تقدروا توصلوا زي ما انت نفسك تشوف الناس وبتحب الناس الخير. بالظبط. وانا ما بعتبرش نفسي ان انا نجحت، انا لسه بحاول وبحاول وهفضل احاول لحد ما نحاول لحد ما نعرف نعمل اي حاجه. الحمد لله. مبسوط يا شريف ان انا كنت ربنا معاك، يخليك، حلقه انا فرصه جميله سعيده جدا جدا. جدا تسلم لي ومفيده. انا مبسوط بيك جدا. ربنا يخليك، ربنا وربنا يوفقكم وانتوا بتعملوا بروجكت هايل، I'm very happy to be with you يعني، وان شاء الله اكون معاكم في الموسم اللي جاي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. ونجاح صح باذن الله. ربنا يخليك يا شريف. وربنا ينفعنا ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما يعلمنا، ويهدينا ويهدي بينا يا رب. يا رب يا رب، اللهم امين. احنا كنا في بي اس توكس بودكاست مع شريف البوهي، وحلقه جميله جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله زي ما انا كنت مبسوط كده والناس ورا الكاميرا مبسوطين، الناس اللي بتتفرج علينا تبقى مبسوطه زي. ربنا يخليك. اتشرفت بيك يا شريف. تسلم لي، فرصه سعيده جدا حبيبي يا شريف. الله يسعدك. تسلم لي. بودكاست بعمل كده على طول. سهله تاني بي تي اس تاني يا جان تاني. ها معلش استنى. بودكاست ايه؟ بودكاست راديو عليه تاني بي تي اس توكس. ما هي بي تي اس توكس. بودكاست
2 لا 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 عادي عادي مش هقول حاجه تاني.